السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الخوخ في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشترك، واللايك يا جماعة عشان يوصلكم كل فيديو انا بنزله جديد. ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللي بيحبني حط لايك. اللايك يا جماعة. الخوخ يا جماعة من الفاكهة اللي هي مستحب رؤيتها. الخوخ لو في ميعاده رزق، ورزق كبير ومال حلال. طيب لو حد شاف ان هو بيشتري خوخ، ده رزق جايله او ورث او ميراث او حاجة جاياله، تمام. طيب لو ست متزوجة وشافت ان هي بتاخد خوخ من الشجرة بتاعتها، دي دلل على ان لو يعني ذرية صالحة، مال جاي لها، رزق جاي لها بسرعة، تمام. طيب لو ست حامل وشافت ان هي بتاكل خوخ، الخوخ ده يا جماعة دلل على ان هي في بطنها ولد، لان البذرة بتاعت الخوخة اللي جوه دي دل على ولد، تمام يا جماعة. طيب البنت العزباء، الخوخ ده يا حبيبتي لو انت بتشتريه او حد بيديهولك، ده عريس جايلك وعريس كويس جدا، تمام. او انت في دراسة وبتشربي عصير الخوخ، ده هتجيبي مجموع وتنجحي. او طالب او طالبة يعني بيشربوا عصير الخوخ، شايفين الخوخ قدامهم وفي ميعاده، بيبقى نجاح ونجاح بدرجات كويسة جدا. ربنا ينجحكم جميعا يا رب العالمين، تمام. طيب ولو راجل شاف ان هو بيشتري خوخ او حد بيديله خوخ، ده رزق يا جماعة، ورزق كبير جايله من شغله، برضو ميراث حاجة، يعني مال داخل عليه حلال، تمام. الوحش في الخوخ يا جماعة رؤيته غير مبشرة بالخير، ان هو يكون حامض او بايظ او تالف، ده دلل على خسارة مال مش جاي لك، انت في ضيقة مادية مش هتوصل، يعني مش هتتفك، لان الفلوس دي بايظة او مش نافعة، او مش حد هيديك فلوس، او محدش هيسلفك فلوس، او فلوس ضاعت او مال ضايع. فالخوخ اللي هو بايظ او حامض او فاسد، ضياع مال، ضيقة مادية، تمام، تعب، معاناة، ده الخوخ اللي هو الفاسد يا جماعة. والله أعلى وأعلم. ده تفسير رؤية الخوخ يا جماعة. والخوخ لما كنت تشوفه على الشجرة وانت ما تاخدش منه، او شايفه على الشجر قدامك، ده بيبقى فلوس او رزق جايلك، بس لسه يعني لسه على ميعادها شوية، لسه هتاخد فترة، او ان انت قبل ما تطول تجيبها او تجيبها من على الشجرة، تمام. او لو انت بتشتري خوخ وما اشتريتهوش، برضك بيبقى فلوس ولسه ميعادها ما جاش، مش وصلك، يعني لسه مش خدتها او مش هتاخدها، لسه ربنا ما أردش بيها، بس بيبشر ان الحاجة دي ان شاء الله ربنا هيسر لك الامر فيها باذن الله، تمام يا جماعة. فرؤية الخوخ يا جماعة رؤى من الفاكهة الرزق الكتير، بس لما يكون في ميعاده. طيب لو مش في ميعاده وانت شفت الخوخ قدامك، رزقه مش دايم، هيتصرف بسرعة، فلوس هتقضي بها امره وهتنتهي، فلوس جايلك يعني مش هتستنفعي بيها، هتطير، فاهمة، لان هو مش في ميعاده، تمام يا جماعة. والله اعلى واعلم، لان هي الرؤى دي الخوخ ده جالي كتير في التعليقات، فدي رؤية الخوخ يا جماعة. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشترك يا جماعة.